المباراة أمس صراحة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة أبهرني بهذا الأداء وهذا الفوز الساحق ضد منتخب إسبانيا. أنا أرفع القبعة لكم أخواننا المغاربة. أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناه على الأقل حقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي الشقيق في المغرب. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة والله أنا شاهدت المباراة أمس صراحة يعني قلبك يوجعك، تعرف بأنه هذا المنتخب المغربي الشقيق والعزيز على قلوبنا يستحق كل التقدير والاحترام لأنه استطاع التفوق على منتخب إسبانيا بهذه النتيجة الساحقة. عطوا له كل الامكانيات بشهاده المدرب نفسه اللي كان قال باننا رايحين من اجل تحقيق شفنا مباراه امس اللي كان الفوز فيها. اعطينا صور هذه المواجهه للمنتخب المغربي الحبيب امام منتخب الاسباني. اليوم تاكدنا ان المنتخب المغربي اقوى منتخب في القاره الافريقيه، لانه هذا المنتخب قلنا بشهاده الطاقم الفني والاتحاديه منتخب عظيم ونحسد المغرب الشقيق عليه، سواء منتخب اقل من 17 سنه او منتخب اقل من 20 سنه. من اين ناتي بمنتخب عظيم كهذا؟ المسؤوليه يتحملها السيد رئيس الاتحاديه الجزائريه الذي كان يقول اتركونا نعمل وبعدها حاسبونا. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام، ويجب ان ناخذ العبره منه وجها لوجه. لاقل من 20 سنه عندهم 19 سنه اللاعبين هذو. بالنظر للترتيب، اعطيني الترتيب الان. الترتيب يقول بان المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه مصنف ضمن كبار المنتخبات العالميه، واحنا خارج السباق مثلما نحن خارج السباق في منتخب مع منتخب اقل من 17 سنه. محمد قاسي سعيد، اين هو